انا سميتي نورة، واليوم جيت نعاود لكم قصتي. انا تولدت وكبرت في واحد الاسره اللي متوسطه. الوالد ديالي كان واحد الراجل متدين ومتشدد. يعني انا واختي فرض علينا الحجاب وحنا باقين صغار. اختي كبر مني ب4 سنين، كاينه غير حنا جوج بنات. اختي ملي وصلت 18 عام تزوجات، وكان زواج غير ديال العائله. السيد شافها عجباتو وجا يخطبها. المهم تزوجات ومشات تعيش في واحد المدينة كبيرة. أما المدينة اللي أنا عايشة فيها وتولدت فيها مدينة صغيرة. أنا كان عندي طموح، هو أنني نقرا ونتخرج ونخدم شي خدمة مزيانة، وكان عندي أمنية نكون مهندسة. داكشي علاش أنا كنت ديما كنجي من الأوائل، وهادشي كان كيعجب الوالد. بقيت على هاد الحال حتى نجحت في واحد في الباك وجبت واحد النقطة مزيانة. وفي هاد المدة كلها ما عمرني ما عرفت على شي واحد، ولا عطيت شي فرصة لشي واحد نتعرف عليه. كيف قلت لكم المدينة اللي حنا ساكنين فيها مدينة صغيرة. الا مشيت حتى هدرت مع شي واحد ولا كان نوقف مع شي واحد، دغيا الهضرة كانت توصل للوالد، حيت الوالد ديالي كان معروف. المهم هي هذيك نجحت في الباك. كنت باغا ندير واحد المدرسة، ديك المدرسة كاينة في واحد المدينة كبيرة. والوالد ديالي في الاول الصراحة ما عجبوش الحال، ومن بعد ملي اختي اقترحات عليه انني نجلس معاها ونقرا، افرح وقال غادي تجلس عند اختها، ماشي بحال اللي غادي تكري مع البنات، ما كانش غادي يتيق. وداك الشيء اللي كان انا كنت فرحانه وطايره بالفرحه. مشيت فعلا تسجلت في هذه المدرسه. وهاد المدرسه اصلا ما كيدخل ليها غير شكون وشكون، الا ما كانتش عندك النقطه كبيره ما كاينش اللي يدخل ليها. داكشي علاش كنت دايره واحد الهدف، وكان خصني ضروري نوصل ليه. خصني نقرا وخصني نخدم وخصني نتخرج وخصني نفرح والديا. الموضوع ديال الزواج كنت لاغيه، قلت حتى نوقف على رجليا وديك الساعه غادي يكون خير. المهم انا مشيت جلست مع اختي. ايوا هي هذيك، مشيت جلست مع اختي، واختي كانت فرحانه بزاف. اختي كانت خدامه وراجلها كيكون في الخدمه النهار كله. انا الوقت اللي كنكون جالسه في الدار ما عندي ما يدار كنجلس كندير ليها الكسكروط، كنديرو العشاء. المهم كنوجدو الكوطي. يعني انا وليت هازه على اختي 70% ديال الشقه، وحتى انا كنت فرحانه، وراجلها كان ولد الناس معايا وكان كيحترمني وبحال خويا. المهم بقينا على هاد الحال، انا كنمشي لمدرستي وكنجي. حتى لواحد المره واحد السيد بقى كيتبعني النهار الاول النهار الثاني. السيد ما بقاش باغي يتفارق عليا نهائيا. هو ما كان ساكن بعيد، هو ساكن غير في الحي اللي ساكنه فيه اختي. المهم السيد ما بغاش يتفرق عليا، وانا عجبتيني وانا بغيتك الحلال، وانا راه كنبغيك وكنتسطى عليك وعطيني وقت. المهم بقى تابعني حتى شدني واحد المره بزز وقال لي يعطيني النمره ديال التليفون. انا ما نكذبش عليكم الدري عجبني، كان زوين وكان موظف وكان بطونوبيلته. يعني الشخص كان مقبول وعجبني، خصوصا انني ما كانش عندي تجربه من قبل. اعطيته فرصه وعطيته نمرتي، وبقينا كنهضروا انا وياه في التليفون، وبقيت كنتلاقى انا وياه مره في الثانيه في الثالثه. المهم السيد كان كيحترمني وعمره ما طلب مني شي حاجه خايبه. كان كيقول لي انا غنتسنى غير الصيف وغنجي نخطبك من والديك وتكملي قرايتك ونتزوجوا، وإلا بغيتي نتزوجوا من دابا وتكملي قرايتك. حتى لواحد النهار من الزهر والميمون كنت خارجه معاه، وما يشوفني غير راجل اختي حتى وقف علينا. شدني عطاني جوج ترفيقات وداني للدار. اختي مع الدخله اللي دخلات لقاتني حالتي حاله، وكنبكي وعينيا وجهي حالته حاله. اش واقع ماش واقع. تخلعات ناض راجل اختي قال ليها اختك اللي جايبينها مجلسينها عندنا باغا تشوهنا، جالسه كتمشى مع فلان وهادي وهادي، وهذاك باغي غير يتفلى عليها، وهو راه كل نهار مع وحده. واختي عصبات عليا بزاف وما عجبهاش الحال. عجبهاش الحال انني نحطها في موقف بحال هكا قدام راجلها، وما عجبهاش الحال ان راجلها يمد يدو عليا. ما بقات عارفه ما دير غير انها تقول لي جمعي حوايجك ورجعي لداركم. انا ما عندي ما ندير بالصداع وما عندي ما ندير بالمشاكل. بديت كنبكي كنجمع في حوايجي، ومشى هو يهضر معاها وقال لها اختك دابا لا صيفطتيها لداركم والوالد ديالك غادي يسول علاش، وامك وغتجبدي صداع كبير وغادي تخسري ليها مستقبلها. صافي دابا هي تربات وعمرها ما غادا تبقى دير شي حاجه بحال هذه. خلي السيده تكمل قرايتها وهي عاد تدخل سوق راسها. وفعلا داك الشيء اللي كان بدات المياه ترجع لمجاريها، وانا رجعت لقرايتي. وراجل اختي
بقيت كنحاول نتفاداه، وليت كنحشم منه، ما بقيتش قادره عيني تجي في عينه. عمرني ما تخيلت انني نطيح في موقف بحال هذا معاه. المهم داك السيد انا قلبت عليه تقريبا واحد الشهرين بحال هكا كينات. واحد النهار تلقى ليا: والو فينك، توحشتك وانتي سمحي لي جبت لك داك النهار صداع وكذا وكذا، ونهضر معاك غير في التليفون وما نتلاقاوش. المهم السيد كلا ليا دماغي، وانا ديك الساعه بديت كنبغيه ما نكذبش عليكم، ورجعت عاوتاني نهضر معاه في التليفون وميساجات معاه في التليفون. ملي ما كيكون